السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، اليوم في مجلس العزاء عند الشيخ سلمان العودة حصل عبر ودروس وفوائد أريد أرسلها لكم، على الله ينفعني وإياكم. خرجت من صلاة المغرب ويدي بيد الشيخ سلمان العودة، وأراد يحدثني عن زوجتي فما استطاع، انفجر باكيا: ما رأيت كدموع الوفاء أعظم عبرة. أنا أسأل سؤالا: لماذا نخاف من الموت ما دام القدوم على أرحم الراحمين، على أكرم الأكرمين؟ أليس جوار ربنا أحسن من جوارنا نحن؟ يقول الشاعر التهامي لما فقد ابنه: جاورت أعدائي وجاور ربه شتانا بين جواره وجواري. جوار الله أحسن من جوارنا، فلماذا نخاف من الموت؟ يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ينبغي عليك أن لا تخاف من الموت هذا الخوف، لأنك تقدم على الحبيب، على أرحم الراحمين، على الذي يسامحك ويغفر ذنبك ويستر عيبك. إخوتي، بعض الصحابة يقول في سكرات الموت: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. جعلها فرح، جعلها سرور، لأنك تلتقي بأحبابك في الفردوس الأعلى. صحيح أن الموت مصيبة، لكن الذي يهونه أنك تذهب إلى عالم آخر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبك، الذي هو أرحم الراحمين، وتكون في جوار نحن المسلمين على خير إن شاء الله، على شهادة التوحيد، وبعضنا يدعو لبعض. اليوم سمعت آلاف الدعوات على ما رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي. يقول حافظ الحكمي رحمه الله: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أحبوا لقاء الله، تجهزوا لقاء الله، تجهزوا لذاك المشهد العظيم الذي في رحمة. وتفكروا في شيء واحد: أن جوار الله في الجنة أحسن من جوار الناس هنا في دار الحسد والحقد والبغضاء والشحناء. غفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم.